فضلت اسبوع احلم بالنقاب. بعدين صليت استخارة. وفي يوم نمت الساعة 8 كده على العشاء، وصحيت الساعة 11 بالليل. قلت لماما انا عايزة انزل اشتري نقاب دلوقتي. كتير مننا الحجاب بالنسبة لها مش مجرد لبس، وفي ناس بتبقى معتقدة ان هو بيبقى لبس وخلاص. بس اللي انا عايزة اقوله لكم ان هو بيبقى قرار بيغير حياتنا. في خوف، في دموع، في كلام ناس، بس كمان في قوة وراحة وكمان بهجة. في بودكاست مبهج احنا عاملين مساحة مختلفة بنسمع فيها قصص حقيقية من بنات زي وزيك. يمكن كلمة منها تديكي الشجاعة ان انت تاخدي الخطوة اللي نفسك فيها. في حلقتنا النهاردة معايا ضيفة مميزة هتحكي حكايتها مع الحجاب والنقاب. ازيك يا نورهان؟ عاملة ايه؟ حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله منورانا النهاردة والله. ربنا يخليك يا رب، ده نور. ربنا يخليك يا رب. طيب يا نورهان، انا يعني عايزاكي تعرفينا بنفسك في البداية كده وتعرفي الناس انت مين. أنا اسمي نورهان أبو الفتوح، طالبة جامعية، عندي 23 سنة. هوايتي فويس أوفر وكاتبة، واشتغلت مذيعة راديو أونلاين، وبعمل سبيشال إفكت. حلو جدا ما شاء الله عليكي. طيب يا نورهان، كل واحدة مننا ليها قصة مع الحجاب، لكن انتي يعني أخدتي خطوة أكبر وهي النقاب. عايزين بقى نعرف البداية كانت منين؟ أولا أنا كنت محجبة، محجبة من وأنا عندي 5 سنين ما شاء الله. بعدين لما كنت في أولى ثانوي ما كنتش بحب النقاب جدا، كنت بكرهه، وأي حد بيجيب لي سيرته وأنا كنت بعيط حرفيا. بس إحنا عندنا العائلة كلها منتقبة. فجيت في يوم بدأت إن أنا أبحث على صور منتقبات على النت وكده، وبصراحة حبيتهم جدا. فضلت اسبوع احلم بالنقاب. بعدين صليت استخارة. وفي يوم نمت الساعة 8 كده على العشاء، وصحيت الساعة 11 بالليل. قلت لماما انا عايزة انزل اشتري نقاب دلوقتي. يعني نمتي صحيتي اللي هو كنت حلمة الحلم اللي بتقولي عليه؟ انا كان بقالي اسبوع بحلم ان انا بلبس نقاب، اسبوع بحلم ان انا لابسه نقاب. فقلت لماما عايزة انزل اشتري نقاب دلوقتي. ماما قالت لي دلوقتي؟ قلت لها دلوقتي. مش هلبسه بس هنزل اشتريه. فماما قالت لي تمام. فنزلت اشتريته وطلعت. لما جربت النقاب لقيته شكله حلو عليا. فماما قالت لي حلو كده، بس انتي لو لبستيه مش هتقلعيه تاني. ايوه فقلت لها تمام، قرار خلاص نهائي يعني لا رجعه فيه بصراحه. ايوه بالظبط. فلبسته وقلت لماما هنزل اجيب حاجه واجي. نزلت بقى اجيب حاجه، بعدين قابلت عمي وعمي التاني، فهم كانوا مصدومين، بس في نفس الوقت هم ما كانوش عارفين ان انا نور، كانوا بيحسبوني حد من العائله. ايوه. فلما عرفوا ان انا بقى فرحوا بيا جدا، وفضلوا بقى يقولوا لي بقى حديث والنقاب، وان انا لو لبسته المفروض ان انا احافظ عليه والكلام ده كله. بس طيب انت بقى كان شعورك ايه اول ما لبستي بقى خلاص النقاب؟ انت نزلتي اشتريتيه، انت بقى اول ما لبستيه كده وبصيتي على نفسك في المرايه كان شعورك ايه؟ قولي لنا كده. انا كنت فرحانه جدا بصراحه. يعني من الحجاب اللي هو العادي للنقاب على طول؟ ايوه ما فيش اللي هي الفتره ما بين الخمار وبعد كده تاخدي خطوه النقاب او كده؟ بالظبط. طيب ايه اصعب يعني تعليق او موقف واجهتيه بعد ما لبستي؟ انا بالنقاب جات لي الجيوب الانفيه وضيق التنفس، ولسه محافظه عليه الحمد لله لحد دلوقتي. على فكره في بنات بتقولك انا عايزه البسه بس عندي مشكله جيوب انفيه حساسيه، فبما انك انت اصلا بتمري بالمشكله دي، طيب انت ازاي لبستيه وانت اصلا عندك مشكله زي دي؟ هو الفكره في لفه النقاب والماتيريال بتاعت النقاب نفسه. انصحهم ان هم يجيبوا نقاب الخامه والقماشه نفسها. بالظبط، مش اي حاجه تتلبس. ايوه بالظبط. ان هم يجيبوا نقاب طبي وتكون الماتيريال بتاعته خفيفه على الوش. سامعين؟ او قلناش حاجه نقاب طبي عشان ايه؟ ايوه
يعني النقاب ده انا مش حاسه بيه بصراحه. بس ويكون الجبهه بتاعته ما تكونش ناشفه علشان خاطر ما تصدعناش وكده. تمام. طيب يعني انت حكيتي لي ان انت حلمتي بالنقاب او كده، يعني ما كانش فيه اي حد سبب ان انت تلبسيه يعني؟ لا، هو كانت اللي حواليا سبب ان انا ما البسهوش، لان انا ما كنتش بحبه اصلا. اليوم اللي انا لبست فيه النقاب يعني قصدي مثلا ما فيش حد مثلا كان قدوه ليكي او انت عايزه تلبسيها عشان مثلا صاحبتي او عشان شفتي مش عارفه مين او عشان العيله كلها منتقبات؟ لا، انت مجرد القرار انت منك. هو سبب العيله كلها منتقبات ده اللي مخليني انا اصلا مش حابه النقاب، ولكن قدوتي في النقاب كانت والدتي. بالنسبه لي لما لبست النقاب ونمت اليوم ده حلمت ان انا بقرأ سورة البقرة ما شاء الله. وبعدين كنت بقلب الصفحة فلقيت صفحات كتيرة بتتقلب، بعدين لقيت نفسي في اخر آل عمران. فقلت يعني ازاي ده الناس بتقرأ كل دوت في سنين، انا قرأته في لمح البصر. سبحان الله. فده كان حلم برضو لسه ما نسيتوش لحد دلوقتي. جميل جدا. بما انك ذكرتي والدتك، في بقى برضو اهالي بيبقوا السبب في ان اولادهم ما ياخدوش الخطوه دي. تقولك اصلي عيلتي مش موافقه، اصلي اهلي بيقولوا لي لا، اصلي هيعطلك عن الجواز، اصلي مش عارفه ايه. فانت احكي لنا بقى، يعني والدتك بما انها مصدر يعني الالهام ليكي وان هي اللي كانت بتشجعك، يعني برضو قولي يعني للاهل ايه اللي حصل مع والدتك معاكي، يعني بحيث ان هم يبقوا برضو قوه دعم لاولادهم اللي عايزين ياخدوا الخطوه دي. هي والدتي كانت مبسوطه بيا جدا بصراحه النقاب، وانا من صغري واهلي قبل ما بنزل بيشوفوا لبسي عامل ازاي ويشوفوا واسع، فبالنسبه لهم خطوه زي دي حلوه جدا يعني. مش معارضين ابدا فيها. فما قابلتش عائق خالص بالنسبه لاهلي بصراحه يعني. كانوا مرحبين بالفكره وبيشجعوكي طب تقولي ايه للاهالي بقى اللي عكس كده مع بناتها اللي عايزه تاخد الخطوه وبيقولوا لها لا؟ اقول لهم انه النقاب ابدا مش عائق، وابدا مش بيمنع اي حاجه. الزواج رزق وبيجي في وقته. هديهم مثال، بنات عمامي كلهم منتقبات وتزوجوا مش بعد ما لبسوا النقاب، لا وهم منتقبات جالهم يعني ناس وتزوجوا الحمد لله. فده رزق بيبقى ربنا كاتبه لك اصلا من قبل ما تتولدي. فعلا صح. فهو مش عائق ابدا، ملوش علاقه. تمام. طيب في فكره عندنا وكلنا بنفكر في الجزئيه دي، بيقولوا لك ليه النقاب مش فرض؟ تمام. يعني انا البسه ليه طالما هو مش فرض مثلا غير الحجاب او كده؟ فكلمينا اكتر عن النقطه دي، لان احنا كلنا عندنا يعني تشتت فيها. فوضحي لنا كده النقطه دي. بصي، هو ربنا قال في القرآن الكريم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. يعني ايه ما ظهر منها؟ يعني الوجه والكفين. فهو النقاب مش فرض في الزمن الرسول والزمن اللي فات، بس احنا في زماننا ده الوجه والكفين دولت اصلا الزينة. فاحنا هو النقاب عامة مش فرض ولكنه سنة مستحبة، وفي الزمن اللي احنا فيه دوت اكيد يعتبر فرض. ايوه، يعني تحسي ان في وسط الفتن اللي احنا فيها دي، فالواحده ممكن مثلا النقاب ده يبقى حمايه ليها بالظبط، اللي هي تداري زينتها ومش اي حد يشوفها، مش اي حد مش عارفه ايه، يعني بالزبط. بيبقى حمايه ليها بالظبط. هو في الاخر بيبقى قرارك، وهو اصلا الاساسي والفرض زي الشرعي زي ما حضرتك لابسه كده. ايوه بس يكون فضفاض ولا يصف ولا شف. بس تمام. طيب في مثلا واحده هتقولك انا عايزه البس النقاب بس انا يعني مش ملتزمه، فهستنى لما ابقى ملتزمه عشان اعمل بيه. تقولي لها ايه؟ هقول لها خدي الخطوه وما تخافيش. ما تستنيش، لانه الواحد مش عالم هو بكره اصلا في ايه. صح. فانتي حابه تلبسي الخمار او النقاب. مثلا الخمار الاول ما عندكيش خمار، طولي الطرحه لحد ما تجيبي خمار او لحد ما تجيبي نقاب. بس اهم حاجه تاخدي الخطوه دلوقتي. انا لما صاحبتي قالت لي عايزه اخد خطوه الخمار، بس انا
مش عارفه ابدا منين ولسه بقى بتحاول وكده. كنا اول يوم كليه وجبت لها خمار هديه ورحت لبسته لها. من يومها هي لحد النهارده بقى لها 3 سنين لابسه الخمار. من اليوم ده هل هي كانت مرتبه؟ لا طبعا. لا. فاتفاجئت بيه، فالخطوه اتخذت خلاص. صح. طالما الخطوه اتخذت هتضطري ان انت تمشي عليها وتضطري ان انت تبقي احسن وملتزمه عشان اول خطوه. بس صح، زي ما انا حصل معايا. يعني انا دايما بحكي الموقف ده، كله بيقول لي انت ازاي خدتي الخطوه دي. انا في بالي بقاله 2 سنين برضو. أيوة. بس انا ما كنتش عايز، مش يعني اللي هو ايه، بفكر فيه بس. في يوم وليله اتصلت لي. ايوه صح. اللي هو خلاص بقى. ايوه صح. مفيش وقت ان انا لسه هفكر تاني. انا ضيعت 2 سنين يعني بالزبط. انا الواحد رجع بيه الزمن كان يعني دلوقتي بيقول ضيعنا عمر كتير قوي. كنت زماني خدت الخطوه دي من زمان. صح. هو في خطوات في حياتنا بنبقى خايفين ان احنا ناخدها. هو سبب بس هي بتبقى محتاجه شجاعه مش اكتر. صح. والناس اللي حوالينا كمان خلي بالك برضو بتبقى يعني سبب في ان احنا ناخر الخطوه بتاعتنا. والسبب الاول برضو الاهل هم الدعم لينا. بس ما ينفعش نخلي اراء الناس تعكس على ارائنا. صح. في ناس يعني برضو يعني شخصيتها برضو مهزوزه اكيد شوية. في ناس كتيره كانت سبب ان انا اقلع النقاب وكده، ولكن انا ثبت على قراري وعلى رايي وكانت في ظهري والدتي وما همنيش حد، لان هو قراري لوحدي، ده لبسي انا. فما ينفعش ان حد يتدخل في طريقه لبسي او طريقه كلامي او دراستي او ايا كان. صح. بس تمام. انا بيستوقفني دايما سبب تردد بنات كتير قوي في لبس الزي الشرعي. يعني مثلا ايه اللي هو انا بتشوفني يعني انا عندي مثلا قرايبي او كده بيجربوا الخمار بتاعي وبيبقوا حابينه قوي، بس عندهم تردد ان هم يلبسوه. يعني انت بتبقي شايفه ايه الموضوع ده؟ في حد مثلا جرب النقاب بتاعك وهي مش منتقبه ومتردده، فانت بتبقى شايفه ده ايه؟ يعني في بنات جربت النقاب بتاعي وفعلا لبست النقاب، فدي حاجه بسطتني جدا يعني. وفي بنات شافوني حبوا النقاب عليا فلبسوه. فانا عايزه اقول حاجه، احنا في زمن دلوقتي اللبس بقى كتير وحلو جدا وموضه، فالبنات كلها عايزه تطلع في احسن صوره. بس انا عايزه اوصل رساله ان انتي تطلعي في احسن صوره بلبسك الفضفاض، بشكلك المهذب المحتشم المحترم. دي احسن صورة بالنسبة لكل الناس وبالنسبة لربنا برضه. اكيد طبعا. فبالنسبة لي لو لبستي زي الشرعي حرفيا هتدمنيه، يعني هتبقي حابة ان انت تلبسيه دايما وهتطلعي فكرة الموضة دي من دماغك خالص. تمام. طيب في بيقولك مثلا ايه النقاب برضو عائق ليا في الحياة. يعني هل النقاب بقى بالنسبة لنورهان كان عائق ليكي؟ أنا بالنسبة لي النقاب ما هو إلا طريقة لبس أنا بحبها. فإزاي طريقة لبسي هتبقى عائق لأحلامي؟ ما ينفعش. صح؟ صح. هو أنا لما بدخل في أي مجال بيبقى بدخل بلبسي. لبسي شيك ومهذب وكده، ولكن أنا بدخل بشكلي الأنيق وبدخل بعقلي. فما ينفعش أحكم على حد من طريقة لبسه. صح. لو هتحكم عليا من طريقة لبسي فأنا لبسي كويس جدا، ولكن أنا بفكر بعقلي. وأنا بالنسبة لي النقاب مش عائق. لو هو عائق ما كانش زماني بقيت في اتحاد طلاب تحيا مصر ما شاء الله، نائب رئيس لجنة العلاقات العامة. وكان زماني ما بقيتش صعوبة وانتي بتمارسي بيه العمل او الحاجات اللي انتي بتعمليها في حياتك. يعني ما واجهتيش صعوبة او مثلا لا مش هتنفع ان انتي تبقي معانا يعني لا. الحاجات دي انا صحفية في قناة الحدث اليوم وفويس اوفر في قناة العاصمة. فانا بالنسبة لي كل دي حاجات الناس فاكرينها للنقاب عائق. لا انا منتقبة اهو قدامكم مثال. ايوه بس حلو جدا. طيب هيجي يقولك مثلا ايه انت لسه صغيره وليه عملتي في نفسك كده؟ حد جه قالك قبل كده؟ طبعا اتقالت لي كتير جدا. بنقابلهم كتير بجد بالزبط. يعني بقول لهم الحلم اللي حلمته يوم ما لبست النقاب. تخرسيهم على طول. مش عارفه ليه يعني حتى لو انا محجبه برضه يعني مش موضوع سن. في بنات محجبه وبشعرها برضه يعني. في ناس بيسالوك السؤال ده عشان هم بس عايزين الاجابه، يشوفوا هل انت متردده ولا لا. في اجابه بتوقفهم عند نقطه فاصله تخليهم ياخدوا القرار. تمام. طيب هتيجي مثلا تقولك ايه انا لسه ما اتجوزتش، او مثلا يقعدوا يقولوا لها انت لسه ما اتجوزتيش، كنت استني لحد ما تتجوزي وبعد كده البسيه مين هيشوفك. يعني
انت برضو تقولي لهم ايه؟ بصي اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت لك في الاول الزواج ده رزق مكتوب لك، يعني بالنقاب. ما هو هنا تقول لك عشان مثلا العريس اللي جاي هيشوفك، ما احنا لينا هيجي يشوفك في بيت اهلك، وهيبقى عنده فضول اكتر ان هو يشوفك. للمنتقبه ليها ان العريس اللي جاي ان يشوفها، صح؟ طبعا. ايوه عشان في كتير بيقولوا لا وبتاع. لا، اسمها رؤيه شرعيه. طبعا لازم انت تكشفي وجهك عشان العريس يشوفك، اكيد حاجه اساسيه. تمام. زي ما قلت لك النقاب في وسط الفتن اللي احنا فيها دي، لما انت قلتي دلوقتي فعلا يبقى فرد في وسط الحاجات اللي احنا فيها دي، المخاوف بقى والمفاتن وكده، الفتن قصدي. فانا بالنسبه لي ايمان شايفه ان النقاب بيخبي زينتنا. انتي كنورهان مش حاسه ان انتي مثلا بيجي عليكي يوم تقولي مثلا انتي عايزه تظهري ابهى ما فيكي، وان انتي كده مش ظاهره مثلا حلاوتك او جمالك؟ لمك بعقول الناس اللي بتفكر او البنات يعني انا هلبس النقاب فهيداري الزينه بتاعتي، وانتي عارفه احنا كبنات بنحب نظهر جمالنا. فانتي تقولي ايه في النقطه دي، او وجهه نظرك ايه في الحته دي؟ السؤال هنا اللي هو البنات بتبقى، لا انا اللي هسأل. اوكي. انت عايزه تظهري زينتك لمين؟ ما هو انا علشان بنت فبحب ان انا اظهر جميله، يعني بحب اظهر شكلي ولبسي. انا لبست النقاب علشان اطلع في ابهى صوري قدام الناس. فالنقاب بالنسبه لي هو الزينه الكامله. انا بحسه بصراحه وقار كده، تحسيه يعني بعيدا بقى عن الخمار. بجد انا بشوف اللي بتبقى لابساه دي يعني ملكه كده، يعني بتدخل المكان بص ايوه هو بالنسبه لي الزينه كامله، لانه النقاب بيغليني وبيعليني. فدي زينه ولا دي مش زينه؟ صح. لما انا ببقى في مكان في شباب بيقوموا عشان انا اقعد، بيحترموني، بيوسعوا المكان، فده زينة. ده بيغليني وبيعليني وبيخليني في مكانة أعلى. فأنا بالنسبة لي النقاب أحلى حاجة بصراحة يعني. تمام. طيب أنت كنورهان لما تخرجي بقى في مكان أو كده، ازاي بقى بتتعاملي؟ بتاكلي ازاي؟ بتشربي ازاي؟ لسه لازم تروحي في مكان معرفش فيه حيطة عشان معرفش مين ما يشوفكيش وانتي بتاكلي؟ أصل برضه هيقول عادي نرجع لنفس النقطة، ما أنا لو لبسته لما أخرج مش هعرف أتعامل ولا أبقى براحتي. دي حاجة بقى دي حاجة. احنا بنحاول نقول لهم على الحلول اللي بتخليهم متعطلين ياخدوا بس الخطوة. بالظبط. فاهمة؟ ماشي. احنا لو معانا اكل مثلا واحنا في مطعم، بنحط ايدينا كده تمام كده بالظبط علشان خاطر وشنا ما يبانش، وبندخل الاكل كده بس. وفي اي مكان لازم يبقى معانا نقاب بديل، مش عشان الاكل، عشان خاطر مثلا لو النقاب حصلت اي حاجة لا قدر الله تلبس النقاب التاني بس هي سهله جدا بسيط جدا وهنعمل ان شاء الله ده بعدين. يعني انا بشوفهم، انا بخرج في مكان والله لا عادي زينا قاعدين ما شاء الله يعني على اكمل وجه. أيوة. بياكلوا بيتعاملوا وفي مكان مخصص للسيدات. النقاب مريح اكتر في الاكل. يعني انت بتاكلي باي طريقه محدش شايف. في ناس بتتكسف تاكل قدام الناس يعني. أيوة. تمام. طيب حسيتي بقى نورهان بفرق في علاقتك بينك وبين ربنا لما لبستي النقاب؟ بصي هو النقاب جهاد مع النفس. انتي لما لبستي النقاب هتبقي عايزة تقربي من ربنا اكتر. هتبقي هيأدبك غصب عنك. النقاب هيبقى عايزك ان انتي في ناس ممكن تسألك على حاجات انتي بتذاكريها عشان يبقى عندك معلومة لنفسك قبل اي حد. بس النقاب مش معناه ان انا ما بغلطش. هو البني ادم بطبيعته خطاء طبعا. وانا زي ما قلت لك النقاب هو طريقه لبسي انا اخترتها. مش مخليني شيخه. ايوه يعني بيبقوا دي شايفين، كل الفكره. بيبقوا شايفين دايما المنتقبه بعضهم يعني ان دي بقى شيخه وده حرام وده حلال. درجه بس من درجات القرب من ربنا، وهو جهاد مع النفس مش اكتر. لكن انا زي اي حد عايشه بتعلم وبحاول وبقع عادي زي اي حد. تمام. طيب لو رجع بالزمن تاني للنورهان هتاخدي نفس القرار ده؟
هاخد نفس القرار. ما جاش مثلا في بالك ان انت عايزه تقلعيه وتبقي بالحجاب، شايفه مثلا ان انت لا احلى بالحجاب او احسن او افضل، لا بقى ارجع البس لبسي القديم؟ يعني اكيد الشيطان طبعا بيحاول لما باجي طول بلبس الوقت. النقاب الحجاب وببص لنفسي بقول اكيد شكلي حلو بالحجاب، والحمد لله ان انا لبست النقاب. عايزه اقول لك انا كده، انا دلوقتي مثلا لما اكون مثلا بصلي وعايزه مثلا البس الطرحه او كده، وانا مش في مكان في بيتنا يعني، وعايزه اخد طرحه حد انا عندهم في البيت، بجد شكلي بشع الحجاب. مش حكايه كده بس، لا خلاص ده بقى تحسي تعودتي عليه. بقى بالنسبه لي حاجه حلوه قوي، ما اقدرش استغنى عنه، مش عارفه أيوة اصلي من غيره، مش صح. عارفه ان انا البس طرحه، فاهمه؟ فحاسه نفسي ان انا اصلا مش لابسه حاجه، والله بجد انا لابسه. الاول قعدت اقول ايه ده بجد، انا قعدت كل السنين دي لابسه الطرحه دي، ده كاني مش لابسه حاجه. فالاحساس نفسه لا بشع، بالظبط. تحسي ان انت لا غريبه. لا انا بحب نفسي بالطرحه وبحب نفسي اكتر بالنقاب، يعني بحب الاثنين. طيب لو في بنت دلوقتي بتفكر في الحجاب او النقاب وخايفه، تقولي لها ايه؟ هقول لها خدي الخطوه، يعني ما تخافيش، خديها على طول. لو انت عندك طرحه طويله اعمليها خمار والبسيها، طولي الطرحه بتاعتك بس على الاقل، البسي لبس فضفاض. بس مش شرط ان انت تلبسي النقاب، ولكن البسي زي شرعي. ايوه خدي بس وخدي الخطوه. يعني بالزبط. دي اهم حاجه يعني. اي حاجه تانية بتيجي بعد كده. بالظبط. ولما تاخدي الخطوه ما ترجعيش فيها ابدا مهما حصل. يعني خدي الخطوه عن اقتناع، وصلي صلاه استخاره، وشوري نفسك كتير، وشوفي العواقب بعدين هتتماشي معاها ولا لا. وخدي الخطوه على هذا الاساس، ادرسيها مستقبلا مش دلوقتي، يعني ان بيبقى فيه لحظه حماس. لا احنا مش عايزين لحظه الحماس دي، احنا عايزين تفكير عميق بس مش اكتر. أيوة. تمام. طيب لو في بنت يعني محجبه او منتقبه وبتفكر ان هي تقلع الحجاب او النقاب، تنصحيها بايه؟ هقول لها انت عملتي خطوه كبيره جدا، ما تضيعيش بقى كل حافظي عليها وحاولي على قد ما تقدري ان انت ما ترجعيش فيها. لو عندك اي مشكله عالجيها، ولكن ما ترجعيش في خطوه انت عملتيها بفرحه وقربتي من ربنا بحاجه بسيطه. النقاب او الخمار مش صلاه، مش كل الكلام ده، ولكن هو درجه قرب برضو من ربنا. ان انت عملتي حاجه فرض عليكي. الخمار والزي الشرعي لا نقاش فيه، ده حاجه لازم البنات كلها تلبسها، ولكن انا بتكلم دلوقتي عن النقاب، هو سنه مستحبه. فخدي الخطوه، طالما انت خدتيها ما ترجعيش فيها ابدا مهما حصل. بس بالظبط. طيب عايزاكي تقولي جمله اخيره منك، النقاب بالنسبه لنورهان ايه هو؟ النقاب بالنسبه لي هو ملجئي الوحيد. يعني انا بصراحه من يوم ما لبست النقاب وانا بحاول ان انا ابقى في احسن صوري. وفعلا انا لما لبست النقاب دخلت في مجالات كتيره قوي، عائق بالنسبه لناس كتير قوي، او هم فاكرينها عائق للنقاب، ولكن انا عايزه اثبت لكل الناس ان النقاب مش عائق. فبالتالي بدخل كل المجالات ديت وانا مثال قدامكم. فالبسوا النقاب يعني. اكيد ان شاء الله، وباذن الله برضه انا اكون من اللي حاكين بيه باذن الله ان شاء الله. وبجد انا والله سعيده جدا باللقاء ده، مش هيخلص بجد. بس بجد والله يا نورهان بارك الله فيكي بجد. ويا رب تبقى البنات اللي بتسمعنا تعمل باللي احنا بنوجهها ليه. احنا بس مش طالعين نقول لك لا البسيه، ولا احنا جاي يعني، احنا بنحكي التجارب بتاعتنا علشان تاخدي الخطوة. أي بنت خايفة تاخد الخطوة، سمعتي المخاوف اللي احنا مرينا بيها ونورهان حكيتها، خدي الخطوة دي وتوكلي على الله. عايزاكي برضو تقولي بقى رسالة أخيرة كده لكل بنت بتسمعنا. عايزة أقول لكل البنات اللي بتسمعنا خليكم دايما تفكروا في نفسكم ان انتوا تبقوا مميزين عن الزمن اللي احنا فيه، وتحاولوا ان انتوا تبقوا في احسن صوركم قدام ربنا. فكروا في ربنا الاول، بلاش تفكروا في كلام الناس، ما تخلوش اي حد يأثر عليكم خالص، لا بكلمة ولا بفعل.
وطالما انت اخده قرار وعارفه ان القرار ده صح ما ترجعيش فيه ابدا. ان شاء الله باذن الله. نورتيني والله يا نوران واسعدتيني جدا، وشكرا لوجودك والدعوه اللي انت قابلتيها ان انت تكوني ضيفتي النهارده بجد. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيكي يا رب. تمام، احنا كده خلصنا حلقتنا النهارده في بودكاست مبهج. استنونا ان شاء الله في حلقه جديده وقصه جديده مع ضيفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.